اهلا اهلا. لو عندك سجق هاتيه وتعالى اقولك النهارده هتعملي بطريقه وهميه. طريقه جديده للسجق، انا عارفه وانتوا ما شفتوهاش قبل كده. الطريقه دي سجق بالبطاطس بيطلع خرافي، والسجق كده بيدي للبطاطس نكهه وطعم ويبقى دايب دوب. تحفه يا جماعه. يا سلام بقى كده، ايه صينيه بطاطس بالسجق جنبها شوية رز بالشعرية وكلي بقى واتبسطي. يلا نبتدي في الفيديو. بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله. ويلا تابعوني لاخر الفيديو وشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي، مش هتندموا ابدا ابدا ابدا. يلا بينا نبدأ مع بعض. مكوناتنا سهلة وبسيطة. معانا بطاطس على قد الكمية اللي انت هتعمليها بالسجق، تمام. هنقطعه صوابع، بس صوابع تخينة مش صوابع القليل. معايا السجق بتاعي ومعايا توم ومعايا بصل. بس كده قطعي البصل زي ما انت عايزة. وطبعا معاك حضري الصلصة او إيه الطماطم. تمام كده. هتجيبي صينية على النار، هتحطي فيها حبة زيت صغننين او حتة زبدة صغيرة براحتك خالص. خدي بالك ما تزوديش، لان كده ولا كده كلنا عارفين اللي السجق بينزل زيت بيبقى فيه دهون، ده طبيعي كلنا عارفين. هننزل بالزيت هنسيبه يسخن شوية. هنحضر معانا صلصة الطماطم، او هتعملي طماطم براحتك، اللي بتحبي تطبخي بيه اطبخي بيه، مفيش اي مشكلة من الطريقة دي. إيه، ممكن تغليها او تعمليها ني في ني كده، زي كله بيأدي لطريقة واحدة. انا عايزة اقول لكم انا بعمل صينية البطاطس، اي حد بياكلها من ايديا بيقولي تسلم ايدك. اولا في شروط لعمل صينية البطاطس عشان تبقى حلوة، خدوا بالكم من الشروط دي. لازم البطاطس يبقى مستوي حلو، يبقى سويه حلو جدا، يبقى دايب كده. تيجي تاكل البطاطايه دايبه تبقى طعمها حلو طبعا. بتبقى شاربه من الصلصه بتاعتها بالثوم بالفلفل والملح والشطه اللي انت بتحطيه، بيبقى حاجه خرافيه. حطينا شويه فلفل، حطينا شويه شطه، على حسب ما انت عايزه. إيه، انا ما عملتهاش بالشوربه لان ايه انا هعمل سجق، فكده ولا كده السجق بينزل كل حاجه حلوه فيه في الصلصه دي. وبس قلبتها تقلبتين كده. وهبتدي طبعا انا حطيت التوم، يعني انا حطيت توم فلفل شطه ملح، بس كده في صينيه البطاطس. انا مش بحط اكتر من كده. شوية بقى وهنزل بالبطاطس هرصصه كده في الصينية حطيه. وبعدين بعد ما تحط البطاطس هتجيب السجق بتاعك، طبعا يبقى فاكك ما يبقاش مجمد. اهم حاجة يطلع من التلاجة، سيبيه وقت حلو اللي هو يفك خالص، عشان تقدري ايه تحطيه كده وحايد في الصينية بتاعتنا. وبس هحط البطاطس دلوقتي، وحطيت كمان دلوقتي هحط السجق. تمام. وبعدين هسيبه بقى ايه يغلي بقى، هسيبه يستوى براحته خالص، يعني يبقى على اقل من مهله. ما تستعجلوش على صينية البطاطس، يعني هي مجرد ما تغلي حلو 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 ممكن توطي عليها النار وتسيبيها. او إيه لو لقيتي فيها صلصة زيادة خدي بالك ما تبقاش ناشفة، يعني كل ما الصينية بتاعتك بتبقى ناشفة قوي ما فيهاش صلصة خالص بتبقى مش حلوة. والله بجد انا بعمل صينية البطاطس بتطلع خرافية. هحط كمان بعد ما حطيت السجق عندي، بعد انا مقطعه بصل، هحط البصل. قطعي البصل بتاعك اي تقطيع ما فيش اي مشكله، قطعيه حلقات قطعيه شرايح، اعملي اللي انت عايزاه ما فيش مشكله من تقطيعه البصل. وهسيبه بقى كده ايه يستوى براحته خالص خالص. انا حطيت البصل اهو، هسيبه يستوى براحته. بعد ما هعلي النار عليه حلوة قوي ويقعد يغلي كده حبة حلوين، هقوم موطيه النار عليه وهسيبه بس. في الفترة دي بقى هعمل الرز بالشعرية. خدوا بالكم هو مش بياخد وقت. شايفين عامل ازاي؟ والله طالع بيبقبق اهو، بيبقبق طالع خرافي. هنا عشان اعمل الشعرية بالرز طريقتها سهلة جدا جدا. حطيت شوية زيت، هتحط الشعرية، حطيت حتة زبدة او سمنة، غسلت الرز بتاعك هتحطيه، وهتبدأي تحطي مقدار المية. كوباية الرز عليها كوباية مية، او كده على تربع كوباية مية. لو الرز انت عارفة بيشرب مية زودي المية شوية وخلاص على كده. سهل جدا وطريقة بسيطة قوي 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 قوي. وخدي بالك طريقة السجق دي مختلفة،
ولا بقى مقلي ولا محطوط عليه خضروات ولا محطوط بتاع، لا، طريقة السجق دي بجد بتطلع حلوة ومختلفة وحاجة كده من الاخر. بعد ما تخلصي الصينية هتحطيها في الفرن تشوي وشها وبس، وتاكليها بألف ألف هنا يا ست الكل. وخلاص على كده، طريقة سهلة وبسيطة، أكلة في الإنجاز، ومش بتاخد أي وقت ومش بتاخد أي حاجة، وبسيطة بجد بجد. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. مع مطبخ ست هانم، يلا بالألف هنا والشفا، مع السلامة.